وفي المقابل ما يجيش الولد الجديد اللي عايز يتجوز تقول له ادفع 3-4 آلاف جنيه ايجار مساكن جديده. ذكرت هذا وقلت ان الحكومه تستطيع ان تحله عن طريق 3 اسطر في قانون الاسكان، 3 سطور هتغيرهم. اهلا اهلا. عايزه ايه؟ عايزه اسلم عليك. بس كده؟ ده انت اموره خالص يا حبيبتي. ربنا يبارك. انت اموره. اسمك ايه؟ ما شاء الله. ربنا يخليكي. حضرتك يا جوز القبله دي؟ ما انا بلحق اسلم عليها قبل بعد شويه. الله. اتفضل. فيعني ان شاء الله ترجعوا. اتفضل يا دكتور. اهلا يا حبيبي. انا خايف كل جمهور الاولاد الحلوين يطلعوا يسلموا عليا دلوقتي وما اعرفش اكمل، بس انت جميل يا ابني. ربنا يبارك فيك. عندنا كم كبير من الاسئله، نحاول نجاوب اجابات اسرع لو سمحت. يعني جمعتهم بسرعه مجموعات. انا جاءتني رساله بتقول لي عرف نفسك انت مين بالظبط. نعم. الحقيقه انا الدكتور اشرف ابو زيد عضو مجلس الاداره والمشرف على النشاط الثقافي. يعني هذا بالتعريف مش مرشح محتمل ولا حاجه. اوعى حد يديله اصوات، الاصوات كلها معايا انا. الله يخليك. والشيخ حازم مش هترشح، بس لو هو تنازل ممكن افكر يعني. انا الحقيقه في زميلي في الشغل جه قال لي يا دكتور انا لقيت لك شقه ممتازه في الهرم، 3 اوض وصاله وبتطل على حيطه ما فيش فيها بوسترات حازم صلاح ابو اسماعيل. ده الكلام ده كان من ساعتين، انما روح الوقت يشوفها. طيب حضرتك هو انت بتساله كام الاخ ده؟ انا اول مره اشوفه.